أهلا بكم في قناة حسن فور تيوب. سنتحدث في هذا الفيديو عن وفاة الفنان محمد قنوع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. تصدر خبر وفاة الفنان محمد قنوع الممثل السوري الشهير وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية خلال الساعة الماضية، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى عقب شهر رمضان المبارك في ثاني أيام عيد الفطر السعيد لعام 2023. وفي التفاصيل فإن سبب وفاة الممثل محمد قنوع جاء إثر إصابته بما يسمى احتشاء في عضلة القلب، حيث لم يكن يعاني من مشاكل صحية سابقة حسب ما يظهر فيما تم نشره حتى الآن، بالإضافة إلى أنه يزاول عمله الفني كالمعتاد. وكتبت نقابة الفنانين السوريين عبر صفحتها في فيسبوك: تنعى قنوع نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعى إليكم وفاة الزميل النجم محمد قنوع، لروح فقيدنا الرحمة والسكينة، ولنا ولأسرته وأحبائه خالص الصبر والعزاء في هذا المصاب الجلل. وقبل رحيله نعى قنوع شخصيته في مسلسل الأخير شومان التي يلعبها في مسلسل العربجي، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبد العربجي. ونشر محمد صورة شخصية وعلق قائلا: وداعا شومان، على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا، والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي. وحقق العربجي أرقاما قياسية على كل المستويات، إذ قاربت مشاهدته على تطبيق تيك توك 500 مليون مشاهدة، مع وصوله إلى المرتبة الأولى في المسلسلات السورية واللبنانية على محرك البحث جوجل وفق جوجل تريندر. وتفاعل الكثير من النجوم مع خبر الوفاة الصادم، وكتبوا كلمات مؤثرة نعوا من خلالها صديقهم وزميلهم. ياسر العظمة نعى الراحل من خلال بوست شاركه على انستغرام، وكتب في تعليق مرفق: يا حبيبي يا محمد، رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون. باسم ياخور أيضا شارك صورة الراحل وعلق: الله يرحمك يا رفيقي، الله يرحمك يا محمد، هيك بلحظة تتركنا ومشيت وجعت قلوبنا وغادرت، ربي يصبر قلوب عيلتك وإخواتك ورفقاتك ومحبينك، ربي يسكنك فسيح جناته، ألف رحمة على روحك. مصطفى الخاني عبر عن الفاجعة التي تلقاها: إلهي على هالخبر، الموت ما عم يعرف صغير وكبير. وفاة الشباب محمد قنوع عن عمر يناهز 49 عام إثر نوبة قلبية، ألف رحمة لروحك الطيبة يا أبو مروان، ويصبر أهلك وحبايبك. أما السيرة الذاتية لمحمد قنوع فهو ممثل سوري من مواليد دمشق عام 1973 لشهر سبتمبر. تزوج من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها 4 أبناء، وهو ابن عائلة قنوع الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم الأخوين قنوع. فوالده هو الفنان الإذاعي والمسرحي الشهير مروان قنوع. تربى الفنان قنوع على حب الفن وتقدير المسرح وسط عائلته، والتي رفضت أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لإصرارهم على أن يأخذ الخبرة الفنية والتقنية على يديهم. محمد قنوع خريج معهد سياحي وفندقي، عمل في الإعلان التجاري لفترة، وكانت بداياته الفنية الحقيقية مع النجم السوري ياسر العظمة عام 95، ومنذ حينها شارك قنوع في الأجزاء المتعاقبة للسلسلة الكوميدية الشهيرة مرايا، وانضم إلى نقابة الفنانين في 3 مارس لعام 98. شارك في مسلسلات عديدة أهمها باب الحارة، مرايا، طاحون الشر، وقمر الشام، وغيرها الكثير من الأعمال. الحياة الخاصة لمحمد قنوع: الفنان محمد قنوع متزوج من سيدة خارج الوسط الفني لا تحب الأضواء، أنجب منها 4 أبناء، وهم ماسة ومايا ومروان وعدنان. ابنته الكبرى ماسة شاركت في عديد من المسلسلات عندما كانت طفلة، ولكن عندما كبرت اختارت أن ترتدي الحجاب مثل والدتها، فقررت الابتعاد عن الوسط الفني كون التمثيل والحجاب يتعارضان. وكذلك كانت ابنته الثانية مايا. استضافت الإعلامية رابعة الزيات الفنان محمد قنوع في برنامج شو القصة، وكان اللقاء معه ممتعا ومثيرا، وأدلى فيه محمد قنوع بالعديد من التصريحات الهامة التي فاجأت جمهوره،
ولعل من أهم تصريحات قنوع التي أخبر بها رابع الزيات أنه بعد هذا العمر الطويل في العمل في التمثيل ليس لديه ثروة كبيرة، وليس لديه بيت في الشام ولا خارج الشام، فلم يكن حريصا على اقتناء البيوت، بل كان هدفه أن يوفر حياة كريمة لأسرته وأن يدرس أولاده في المدارس. محمد قنوع في باب الحارة. شارك الفنان محمد قنوع في عدة أجزاء من مسلسل باب الحارة، وعن دوره في ذاك المسلسل يقول أنه أصبح لا يضيف له أي جديد على المستوى الفني، ولكنه يشارك في هذا العمل من أجل الربح المادي فقط، ولكنه أكد أنه لا يهاجم مسلسل باب الحارة لأنه من أنجح الأعمال السورية درامية، ولكنه يتحدث عن شخصية أبو سليم التي يجسدها في المسلسل، فإنه يرى أنها لم تعد لديها الجديد لتقدمه، ولم يعد لديها دور في أحداث المسلسل، ولكنه مستمر في تجسيد الشخصية من أجل المقابل المادي. من أهم أعمال الفنان الراحل محمد قنوع أجزاء مسلسل مرايا، مسلسل عصر الجنون في عام 2004 وقدم فيه دور سامر، مسلسل الغدر في عام 2005 وقدم فيه دور زياد، مسلسل الولادة من الخاصرة في عام 2011 وقدم فيه دور عابد، مسلسل فوضى في عام 2018 وقدم فيه دور ماجد، وكثيرا ما قدم أدوارا كما نعرف في مسلسل باب الحارة، وأخيرا في مسلسل العربجي. نسأل الله الرحمة للفنان محمد قنوع وأن يسكنه فسيح جناته. كان هذا كل ما لدينا عن الفنان الراحل محمد قنوع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.